شكلها حلو جدا جدا، قوارب بجد. كملت الشكل بتاعها، هي فعلا طلعت قوارب بطاطس. ايه رأيك؟ جربوها بالطريقة دي هتعجبكم قوي 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 ان شاء الله. تعالي اقولك النهارده في الفيديو ده هتشوفي احلى قوارب بطاطس ممكن تعمليها، سهله جدا بسيطه جدا. لو معاكي كميه من البطاطس وعايزه تعملي الاكله دي هتعمليها في غمضه عين، مش هتاخد معاكي وقت ان شاء الله. واما كمان اللي هيطلع من البطاطس فهنعمل بيه وجبه تانية مختلفه تماما عن قوارب البطاطس. ازاي الكلام ده؟ تعالي وانا اقول لك سريعا، ويلا تابع معايا الفيديو للاخر وما تفوتيش منه ولا ثانيه، لان الفيديو ده بصراحه ممتع جدا جدا. رجاء لو الفيديو عجبك ما تنسينيش في لايك وكومنت، ويلا زي ما تعودنا نصلي على حبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام. بينا اولا هاخد معايا 5 ثمرات من البطاطس وهبتدي ان انا اسلقها، بس مش هتقعد معايا كتير، هي 10 دقايق بس، مجرد ان احس ان هي القشره بتاعتها ابتدت تطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وطبعا اختيار الكميه المطلوبه دي حاجه ترجع لك انتي ولاختيارك. انا بالنسبه لي ال5 دول هيعملوا لي 10 قطع حلوين جدا. بص هبدا هنا دلوقتي هعمل اللحمه بتاعتي، هحط ماده دهنيه الزبده، وبعد كده هحط معايا البصل المفروم، وبعد كده هديله تشويحه كده حاجه خفيفه قوي، وبعد كده هنزل معايا ب 250 جرام من اللحمه المفروم. هبتدي ان انا اشوحها بالشكل ده، اخلي النار هاديه على قد ما اقدر لحد لما تتشوح معايا كويس. وبعد ما اشوحها هبتدي ان انا اغطيها علشان تحتفظ معايا بالعصارة. دي الطريقة دي بتبقى حلوة جدا. وبعد شوية هبص عليها كده واديها تقليبة تانية، وبعد كده هجيب معايا نص كوباية من عصير الطماطم الفريش، او تحبي ان انت تضيفي صلصة زي ما تحبي. انا ضفت الكمية دي بس كفاية، انا مش عايزة فيها صوص كتير. بعد كده هحط فيها الفلفل الاسود والملح، وكمان هضيف معايا بشر جوز الطيب، حاجة بسيطة جدا. وبعد كده هديها تقليبة كله مع بعضه، وبعد كده اغطيها واسيبها على النار هاديه لحد لما تبتدي معايا الطماطم ان هي تتسبك معاها. تمام كده. هاجي بقى كمان في حله تانية هبتدي اضيف معلقه من الزبده، وبعد كده هضيف معايا حاجه بسيطه جدا من فصوص الثوم، يعني تقريبا 3 ل4 فصوص ثوم، وهبتدي ان انا اشوح الثوم معايا بالشكل ده. وبعد كده هنزل بعصير الطماطم بتاعي بالشكل اللي انتوا شايفينه. اضيف الملح واضيف الفلفل الاسود، وهضيف نص معلقه صغيره من السكر. تمام كده. وبعد كده برضو هغطيها وهسيبها على نار هاديه. كده انا بعمل له الصوص. بعد كده هبتدي بقى ان انا اعمل صوص البشاميل. اضيف معايا الماده الدهنيه، اضيف الزيت، واضيف قطعه من الزبده. بعد كده هضيف معايا 3 معالق كبار من الدقيق، بس مش اكتر من كده، انا مش عايزه كميه كتيره. هقلبها كويس جدا مع الماده الدهنيه لحد لما تختلط بيها كلها. النار تبقى متوسطه معايا لحد لما تتقلب كلها مع بعضها بالشكل ده. الاحظ ان حصل زي فوران بسيط، هبدا ان انا انزل بالحليب بتاعي، بس هنزل واحده واحده، حاجه بسيطه جدا. بصوا زي ما هنشوف كده. اضيف القليل من الحليب، وهبتدي ان انا اديله تقليبه كده احس ان كله امتزج كله مع بعضه. بعد كده اضيف تاني، وهكذا لحد لما كلها تختلط ببعضها، عشان ما عندي البشاميل ما يعملش زي مرحله يدخل في مرحله كتل. انا مش عايزه الكتل دي، انا عايزاه يبقى كريمي خالص زي ما انتم شايفين كده. بصوا كده قلبته، حطيت الحليب كده الكميه مظبوطه جدا. ابص عليه كده حلو قوي. بصوا القوام مظبوط، بس انا هسيبه حبه كمان على النار، على نار تكون هاديه مع التقليب المستمر. بعد كده اضيف الملح حسب الرغبه وحسب ما احس ان هي خلاص المذاق البشاميل بقى مظبوط، وده القوام اللي مطلوب معانا. بصوا بقى جميل جدا. يلا ناخد بقى البطاطس بتاعتنا كده. انا طلعتها من الحله بعد ما خلاص وصلت المرحله اللي احنا قلنا عليها، مش اكتر من 10 دقايق. ابتدي ان انا اشيل قشره البطاطس من عليها. بصوا بقى انا ليه وصلتها المرحله دي، ليه انا سويتها في الميه 10 دقايق بس. انا عايزه كل الحكايه ان انا اخلي البطاطس بتاعتي يعني تتسلق هي 10% بس، مش اكتر من كده. انا ما بدخلهاش في مرحله تسويه نهائي. انا كل الحكايه ان انا بخليها تبقى سهله معايا اثناء ما ابتدي ان انا اقطعها او ابتدي ان انا اشكلها كشكل القالب. تمام. لان دايما بيبقى صعب علينا قوي موضوع ان احنا نشكل القالب وهي البطاطس بتبقى لسه نيه او ما دخلتش في مرحله التسويه، فبفحرها ازاي من جوه او اطلع القلب ازاي من جوه، دي بتبقى صعبه شويه. فعشان كده انا دخلتها في مرحله التسويه اللي هي البسيطه دي، وتبقى سهله جدا على فكره، وهتاخدي نتيجه ممتازه. ولا بقى هتبتدي انك انت تقلي البطاطس بعد كده ولا اي حاجه، خلاص احنا دخلناها التسويه بتاعتها ليه 10%، حلو جدا.
إحنا مش عايزين أكتر من كده، يعني لا هناخد بقى دهون ولا أي حاجة زيادة فوق الحاجات الإضافات اللي إحنا حطيناها. بصوا بالمعلقة كده وهبتدي إن أنا أقورها زي ما انتم ما شايفين كده، بقت سهلة وبسيطة، وفي نفس الوقت بيطلع الشكل معايا مظبوط، لا البطاطساية معايا هتتكسر ولا هيحصل لها أي حاجة. بتهيألي دي سهلة قوي الطريقة دي، وهتحس إن هي سهلة قوي معاكي موضوع يعني إن انتي تعملي البطاطس القوارب. بص أنا استخدمت المعلقة اللي هي الكبيرة، بس البطاطساية عشان حجمها صغنن شوية فاخترت إن أنا أكمل بمعلقة صغيرة، وخلصت الكمية كلها زي ما انتم ما شايفين كده، ما شاء الله طلعت مظبوطة وحلوة جدا. اما بقى البطاطس اللي طلعت دي فاحنا هنعمل بيها حاجة جميلة قوي قوي هتعجبكم ان شاء الله، وجبة تاني لوحدها ممكن انت تخليها لتاني يوم ولا اي حاجة. اولا بس نبدأ كده الاول في البطاطس بتاعتنا، قوارب البطاطس عشان نجهزها. انا دهنت الصينية بتاعتي بنقطة بسيطة قوي من الزيت، وابتدي ان انا ارص القوالب بتاعتي بالشكل ده. اخد بقى اللحمة المفرومة وابتدي ان انا اضيف فيها، بس مش هوصلها للاخر لان لسه في عندي اضافات تانية انا هضيفها. خلاص حطينا المفروم، هبدأ بقى ان انا اجيب معايا صوص البشاميل. هضيف برضو كمية بسيطة قوي من صوص البشاميل. بصوا انا عايزة ان هي كمية اللحمة وكمية البشاميل تبقى تجيب لحد الاخر خالص من البطاطس بتاعتي، تبقى كلها سوا واحد تقريبا او ارتفاع واحد. بصوا انا بعمل مجرد غلاف بسيط جدا من البشاميل، بغطي بس عندي المفروم مش اكتر من كده. خلاص خلصنا ضفنا طبقة البشاميل. بصوا بقى الصوص اللي احنا كنا عملناه هبتدي ان انا انزله بالشكل ده. انا طبعا الصوص ده ما بسيبوش يتسبك قوي على النار، هي بتبقى نص تسبيكة مش اكتر من كده، علشان انا عايزاها تبقى سايلة ما تبقاش متماسكة، علشان تبدأ ان هي تسوي معايا البطاطس اكتر وتدي كمان طعم حلو. بعد كده هجيب معايا اي نوع جبنة عندك، جبنة شيدر، جبنة موتزاريلا، اي نوع جبنة، جبنة رومي، كل دي اطعمة بتبقى جميلة قوي عليها، بتديها كمان شكل حلو قوي. اي حاجة انت تحبي ان تضيفيها من انواع الجبن ممكن تضيفيها في المرحلة دي. وبعد كده هجيب معايا حاجة بسيطة قوي من البقدونس، وهبتدي ان انا انزله عليه بالشكل ده. اولا بتدي ريحة حلوة طعم حلو جدا، الشكل بتاعها بيبقى جميل قوي بيها. بص بقى نيجي بقى للطبق التاني اللي احنا هنعمله من بقايا البطاطس اللي اتبقت. انا مش عايزه بقى الحاجه اللي التقليديه ان انا احمر ولا الكلام ده، لا انا مش هحمرهم، انا هعمل بيها وجبه تاني انها ممكن تنفعني في وقت تاني كمان. يعني ممكن اسويها عادي في الفرن مع مع الصينيه القوارب دي، واغطيها واحطها عندي في التلاجة مش اكتر من كده، وهتستخدميها كمان لتاني يوم على طول. بصوا كده انا جبت معايا شرايح بسيطه قوي من البصل، بصلايه وطماطمايه وقطعتها شرايح بالشكل ده، حطيت عليها فلفل اسود، حطيت عليها ملح. جبت معايا الصينيه حطيت فيها الطبقات دي، وبعد كده حطيت معايا البقدونس كمان، البقدونس الاخضر. هجيب معايا بقايا البطاطس، هبتدي انزل عليها الملح وانزل عليها فلفل اسود، واقلبهم كلهم مع بعض تقليبه كده حلوه ان كله يختلط مع بعض، وخلاص احنا كده بنتبل البطاطس. يلا بقى ناخد الكلام الجميل ده وهنزلها على المكونات اللي انا ضفتها في الصينيه، افردها عليها بالشكل ده. بصوا بتطلع وهمي وهمي. البقايا كمان اللي اتبقت من الطماطم بتاعتي، صوص الطماطم ضفتها عليها، المفروم اللي اتبقى برضو ضفته عليها. بصوا انت عملت صينيه تانية، وجبه تانية خالص. فردت خلاص المفروم، هنزل كمان عليها بصوص البشاميل. شفتوا الموضوع سهل وبسيط أوي ازاي، ولا خد معايا وقت خالص، وكلها من بقايا البطاطس اللي اتبقت معايا. بدل ما احمرها او ادخلها في حاجة تانية، لا انا عملت بيها وجبة تانية كمان، يعني استفدت بالبطاطس اللي انا طلعتها في حاجتين. بصوا انا كده خلصت الصينية، طبعا رشيت عليها بقايا برضو الجبنة اللي اتفضلت معايا حسب ما تحبي. وادي كمان قوارب البطاطس خلصت معايا، الاتنين جاهزين معايا دلوقتي. يلا شغل الفرن على 200 درجة واحط الاتنين في رف وسط لحد لما يبتدوا يستووا معايا. بصوا كده دي الصينية اللي انا قلت لكم ان احنا عملناها من باقي البطاطس، بصوا شكلها طالع عاملة ازاي، رهيبة والله. وعايزة اقول لكم كان طعمها جميل جدا جدا، بصراحة طلعت حاجة فوق الوصف، حلوة قوي قوي. وادي كمان قوارب البطاطس، الاتنين استووا خلاص. ايه رأيكم بقى في الشكل؟ طالع جميل وحلو قوي، الوانها مبهجة جدا، شكلها جميل قوي.
الاتنين بصراحة طعمهم في منتهى الجمال، والاتنين هيعجبوكم إن شاء الله، بس جربوه بالطريقة دي. الطريقة اللي أنا باقول لكم عليها بتاعة القوارب دي سهلة جدًا، جدًا، أحلى بكتير، بكتير من موضوع التحمير. جربوها وقولوا لي إيه رأيكم. بُصّوا كده هاجيب معايا بقى عيش الأبيض اللي إحنا بنقول عليه العيش الشامي، هابتدي إن أنا أقطّعه مثلثات بالشكل ده. هاقول لكم هنعمل إيه، هاعمل لكم بيها حاجة جميلة، مش دي قوارب بطاطس يا جماعة والّا إيه؟ هاعمل لكم بيها بقى حاجة في منتهى الجمال، والله حاجة هتعجبكم جدًا وجديدة وأول مرّة تتعمل هتعجبكم أوي، أوي. بُصّوا كده أنا باقطّعها زي المثلثات وأبتدي إن أنا أفصلهم عن بعض. ناخدهم بقى المثلثات اللي إحنا طلعناها دي ونعمل بيها إيه، يالّا على طول نحمّرها في الزيت، تحمير خفيف جدًا مجرد تقليب بس كده مش أكتر. وأدي البطاطس بتاعتنا طلعناها. نعمل إيه بقى بالمثلثات دي، هنعملها الشراع بتاع القوالب. إيه رأيكم؟ والله طالعة في منتهى الجمال، شكلها حلو جدًا، جدًا، قوارب بجد. كمّلت الشكل بتاعها، هي فعلًا طلعت قوارب بطاطس. إيه رأيكم؟ وهتعجبكم جدًا، وعلى فكرة طعم العيش ده بعد التحمير بيبقى طعمه حاجة تانية خالص، طعمه جميل جدًا، جدًا. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم أوي، أوي، أوي إن شاء الله. حاجة كده تفتح نفسنا على الأكل وتخلّيكم إن أنتم مقبلين على الأكل بشكل طبيعي وحاجة جميلة. أتمنى إن أنتم تشاركوني رأيكم في الكومنتات وتقولوا لي إيه رأيكم في الطبق بتاع النهارده. أتمنى إن يكون إن شاء الله عجبكم. شكرًا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.